السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده احلى محشي كرنب وريحته تجيب لاخر الشارع. اول حاجه اقولك ازاي تختار الكرنبه الصح. هاتي الكرنبه المدوره، اما تدوسي عليها ما تبقاش تقيله قوي، لان التقيله دي بتبقى الورق ماسك في بعضه ويتقطع منك. المهويه قوي دي بتبقى ما فيهاش ورق، فما تكون مهويه وورقها مفروض بس مش مهويه قوي للدرجه اللي هي. اول حاجه نسلق الكرنب، هنحضر حله فيها ميه بتغلي، هنضيف عليها معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره كمون. الكمون بيضيع اي غازات في الكرنب. هنسلق الكرنب للمبتدئين لسه ورقه ورقه ونخرجها نحطهم جنب بعض، بحيث ان هما يتهووا، وما نسيبهاش كتير عشان الورق ما يتهريش مننا. ونخلي بالنا في ورق ممكن بيتاخر شويه وفي ورق ممكن يستوي بسرعه. وممكن لو واخده على كده تضيف الكرنبه كلها في الحله زي ما انا عملت كده، والورق اللي تتسلق معاها تطلعها واحده واحده كده جنب بعضها لحد ما تبرد معانا. هنفرد الورق ونشيل العروق دي ونقطع الورقة زي ما انتوا شايفين كده حسب الحجم اللي انت تحبيه، وهكذا لحد ما نخلص الكمية كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله يا جماعة. هتقطعيه بالحجم اللي تحبيه وترصيه فوق بعضه كده بالتساوي، ده بيسهل عليكي وقت ما تكوني بتحشي. تعرفي ازاي ان الورقة مسلوقة كويس؟ هتشديها بين ايديكي بالراحة كده زي ما انت شايفة، هتلاقيها ما تقطعش منك ومتماسكة. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبكده نكون خلصنا الورق اللي معانا. تعالوا نعمل تسبيكة المحشي. معانا هنا نص كوباية زيت، مكعب زبدة، نضيف عليهم 3 بصلات مفرومين، 3 فصوص توم مفرومين، نقلب لحد ما يدبل. احنا مش عايزين البصل لونه يغمق، احنا عايزينه يبقى ندبله ولونه يبقى صفار خفيف. وهنضيف عليهم معلقتين كبار صلصة ونقلبهم شوية. الصلصة دي بتعزز اللون وبتخلي لون التسبيكة حلو. عندي هنا كيلو الا ربع طماطم، هنعصرها وما نصفاهاش لان صلصة المحشي ما بتتصفاش. هنضيف عليها معلقة كمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود. هنقلب شويه لحد ما تتقل والقوام يتقل ويتسبك معانا. هنضيف عليهم معلقه صغيره سكر دي عشان تعادل الحموضه. معايا شبت وكزبره، هنغسلهم كويس ونصفيهم وهنقطع الفروع بتاعتهم، هنسيبها نحتاجها في الاخر، وهنفرمهم ناعم كويس جدا. بعد ما خلصنا والتسبيكه بردت معانا، عندي هنا كيلو رز مصري مغسول ومتصفي مش منقوع، هنضيفه للتسبيكه بتاعتنا، ونضيف الشبت وكزبره، نص كوبايه زيت. الزيت ده هيخلي الرز مفلفل معاكي. هضيف لهم معلقه صغيره كمون، كزبره، ملح، فلفل اسود، رشه شطه صغيره، توم مفروم. ما تزوديش بهارات المحشي لان هو ما بيحبش البهارات الكتير عشان يظهر الطعم بتاعه. هنقلبهم كويس بايدينا لحد ما يختلطوا ببعض. نظبط الملح بتاعنا ونعمل حسابنا ان الشوربه هيبقى لسه فيها ملح. هنجيب حله واول حاجه نفرد فيها فروع الشبت اللي احنا ركناها على جنب ونسويها. تاني حاجه هنضيفها فوق فروع الشبت طرنشات بصل وهنرصها كويس.
واخر حاجة هنرصها فوق البصل اللي هي طرنشات الطماطم، وهنرصها كويس. تعالوا نعمل صوابع المحشي. هنمسك الورق بين ايدينا ونضيف الرز ونلف نلف ونشد الورقة كويس عشان ما يفكش وقت التسوية مننا، ونخلي بالنا واحنا بنلف صابع المحشي بيبقى نضيف معانا، مفيش عليه رز خارج منه. واحنا بنرص المحشي ما نضغطش الصوابع قوي جنب بعضها عشان الشوربة تدخل الفراغات دي وتسويها. وما تمليش حلة المحشي على الاخر، نسيب مساحة عشان يغلي براحته ويتضاعف. هنضيف الشوربة بتكون سخنة او مغلية معانا. الورق اللي يفيض منك بتحتفظي بيه في الفريزر عادي. بعد ما بنضيف الشوربة بنهز الحلة شوية عشان الشوربة تنزل لتحت، وما نزودش شوربة كتير، يا دوب بتبقى مغطية الصباع الاولاني بس. واحنا بنسويه النار بتبقى عالية لحد ما يغلي معانا ويشرب الشوربة، وبعد كده نهدي النار خالص لحد ما يستوي معانا براحته. وكده استوي بقى جاهز معانا. بسم الله ما شاء الله، مستوي، الرز مفلفل ولونه مميز وبيلمع. وده احلى محشي ممكن تحضريه في البيت، وبألف هنا وعافية على قلبك يا رب. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.